لكل واحدة عايزة تبوظ جوازة ابنها أو أي حد تعرفه، تعالى أقولك تشتري جاتوه منين، وتحدي الجوازة مش هتتم بعون الله. دوت اللي ضربنا الاسبونج احنا اه بنفس الجاتوه. تمام. دي هتبقى فانيليا دي. ان شاء الله. طبعا احنا ما قشرناش الاسبونج يا شيخ. اه هو يعني لازم تقشر ولا ده مش شرط ولا ايه؟ مش اساسي في الشغل، التقشير اللي سابه واحد، مش حكايه زفاره او بعض الناس بيقولوا اه هو مثلا عشان الطبقه ما تبصش على الثانيه. اه اما احنا صحيح اسعارنا هنا ضعيفه، بيضطر اعملها كده. اقتصادي اكتر. اه تمام. يعني هو تقشير الاسبونج اللي فارق معاك؟ هو ده يعني اللي خلاص هيفرق في الطعم الأخير بالمنظر ده؟ كتر خيرك. كتر جبس بالله عليك، بيدي طعم ميزز حلو مع الجاتوه. كتر. شيل الورق بتاعها عادي. اه ندي كريمه شانتيه برضه عادي كده بنفس برضه. لا بتشيل الشكارة ليه بقى؟ دي حلوة، هتدي شدة كده مع طعم الكريمة، جميلة، خليها. اه هو يعني لازم تقشر ولا ده مش شرط ولا ايه؟ مش اساسي بالله عليك يا شيف سؤال، هو المكان اللي انت واقف تعمل فيه الجاتوه ده الزريبة، اصل سامع صوت ديك عمال يصيح قبل صداع، ولا هو رافض شكل وطعم الجاتوه؟ يعني احنا عايزين نعرف برضه ده مطبخ ولا زريبة. يا شيف ولا ندي الكريمه الاول؟ لا، هي بيبقى حسب البلاكه معايا، لو بلاكه شايف فيها عالي وواطي اه بساوي، بس بقطع بساوي. اما تمام. بيبقى شايف فيها عالي وواطي معايا. اه هي مظبوطه كده. اه بالله عليك يا شيف، انا شايفاك شاطر في المحاره، ادي الحيطان اللي حواليك وش كريمي. كده يا شيف. جيل الاناناس. جيلي اناناس. البلاكه دي هتبقى ايه يا شيف؟ فانيليا بس؟ اه فانيليا اه. اه ده برضو جيلي شفاف اهو. جردل الجيلي يسد نفس الواحد عن الحياه، مش الجاتوه بس. بتتقسم البلاكه يا شيف. اه اه طلع كام قطعه بقى؟ 75. اه 75. اه كل الدبريات دي اه نحطها في الكوبايات معانا. يعني مفيش حاجه بتهدر يا شيف؟ لا مفيش حاجه بتهدر في الشغل خالص، سواء شرقي سواء غربي. الله الله على الاقتصاد والمشروعات، ما تقدم في الشركس. مشروع الجاتوه ده بقى، الحتت اللي انت رميتها في الطشت دي هتعمل بيها جاتوه كوبايات كمان، يا سلام. وانا اقول التيتانوس والجدري انتشروا ليه؟ ما طبعا لا، مشروع مربح. ده مش بس هتربح فلوس، سيئات كمان من اللي هيحصل في الناس من الجاتوه ده.